لحضرتك على حاجه يا دكتور، يعني فعلا انا جربتها شخصيا مع 60 فرد. من طريق الدعوه خلال انصار السنه والجمعيه الشرعيه، قابلت مجموعه من الشباب كانوا بيشربوا مخدرات وافيون وحشيش ومنهم ضباط شرطه، وكانوا مدمنين يعني ادمان كامل. ضباط شرطه. هم اصدقاء كلهم، يعني هو سامعيني الحلقه اللي فاتت قلت لهم الكلام ده. فبفضل الله عز وجل والله الذي لا إله، يعني فعلا استخداموا زيت البنفسج والله ما شاء الله دلوقتي تماما اقلعوا تماما عن التدخين. انا بقول له يمكن انا عامل وصفه قلتها قبل كده اسمها كيف تقلع عن الادمان والتدخين، وذكرتها اكثر من قبل كده، بتندرج على الهواء مباشره. فالبنفسج زي ما حضرتك قلت مفيد جدا للهدوء. لو اي واحد مخنوق متضايق من مراته ضرباه يمين شمال، عنده اي هم اي غم، كوبايه بنفسج والله هتبقى تمام التمام بفضل الله عز وجل. والتلبينه كمان. هو طبعا زيت البنفسج او ريحه البنفسج نفسها يمكن زمان. ايوه. انت لو شفت التراث المصري القديم احنا عندنا جواهر كنوز ولكن احنا اكثر امه مهمله جدا. طبعا كان زمان يغنوا فيه يقول لك ليه يا بنفسج بتبهج وانت زهر حزين. اي نعم. العين تتابع. فاكر انت الاغاني بس في حاجه يا دكتور، في فرق بين حاجتين عشان برضه نوضح عشان الناس ما تنتبهش علينا. لا لما البنفسج مريح نفسيا ولكن محبط جنسيا، عشان الناس تفهم عشان ما يدوش علينا بقى. لا